لائحة مراكز الشباب احنا غيرنا حاجة بسيطة قوي. الحاجة البسيطة اللي احنا عملناها اللي هي ان احنا نخلي فترة ال8 سنوات، بعد 8 سنوات لازم مجلس الإدارة بتاع مراكز الشباب كله يتغير، ما يبقاش في حد يقعد اكتر من 8 سنوات، لازم يخرج لفترة معينة. وقلنا ان رئيس المركز بس لازم يكون معاه مؤهل عالي. ده عملناها بسرعة التعديل ديت، والحقيقة ما خدتش، يعني بعض الناس اعترضت عليها، لكن لما قعدنا واتفهمنا لقوا ان الموضوع يعني في نوع من فعلا فكرة كويسة، ان 8 سنين كفاية، ده عمل تطوعي وناس تغير، ودي مراكز الشباب لازم ناس تمشي وناس تيجي، وما ينفعش حد يخش في مركز شباب يقعد 30 سنة في إدارة المركز. يعني فكرة ان احنا ما نعتمدش على الميزانية اللي جايه لنا من الدولة، ولازم نعتمد على كيف يعني تنمية الموارد اللي موجودة. وكنا بدأنا حاجة زي دي في مركز شباب الجزيرة، والحمد لله حققت عائد كويس، جابت حوالي 30 مليون جنيه في الثلاث سنوات القادمة. وكنا بدأنا فعلا مع بعض يا فندم الفكرة دي كانت عبارة استخدام بعض الأماكن المتميزة في هذه الموضوع للإعلانات، وهي موجودة حتى على كوبري 6 أكتوبر. أي حد معدي على كوبري 6 أكتوبر هيلاقي مجموعة من اليوني بولز كده، هم تحديدا 5 يعني موجودين، 3 على اليمين و2 على الشمال، ودول جابوا تقريبا مع بعض الإعلانات البسيطة في الشوارع الجانبية اللي تحت الكوبري، اللي هي شارع الجبلية أو شارع الناحية الثانية اللي هي عند باب نادي الجزيرة، جابوا حوالي 30 مليون جنيه. وكنا بدأنا مع الدكتور عبد القوي خليفة، وكان في ذلك الوقت هو محافظ القاهرة، وعملنا دراسة لمراكز الشباب الموجودة في القاهرة، وجبنا بعض الشركات تدرس الإمكانية ان احنا نستفيد من الأماكن المتميزة فيها في الإعلانات. وكنا بدأنا نعمل حاجة كده، والحقيقة كانوا لقوا لنا حوالي 21 مركز شباب من مراكز الشباب الموجودة في القاهرة تصلح ان احنا نعمل فيها حاجة زي دي، موقعها متميز ويبقى في دخل ثابت لهذا الموضوع. السؤال اللي كان دايما بيقول لي طب ده هتعمله في القاهره، طب وهتعمل ايه في الباقي في الاقاليم؟ لكن احنا كنا دايما فكرتنا ان انا عندي موازنه ثابته لكل مراكز الشباب، فانا لو قدرت ان انا اطلع مراكز الشباب اللي في القاهره واسكندريه واسوان والاقصر والاماكن المتميزه ديت من الميزانيه ديت، وهي تعتمد على نفسها بشكل دائم، يبقى بالتالي هيتوفر لي ميزانيه اكبر للمراكز الشباب الموجوده في القرى والمدن الصغيره، وبالتالي يبقى الميزانيه اللي بتروح لها بدل ما بتروح لها 8000 و10000 و20000 بس في السنه، ممكن نوصل ل 100000 و200000، ودي تبقى عمليه تحسين. فاعتقد لو كنت مستمر في هذا الموضوع كان هيبقى همي الاول هو عمليه تنميه الموارد وعدم الاعتماد على الميزانيه اللي جايه من الدوله. اسعد لحظه مرت عليا الحقيقه، انا كنت يعني بشتغل بشكل كبير قوي في موضوع ال 16000، ويعني اسعد لحظه لما الدكتور كمال الجنزوري بعد يعني ما رحنا وزاره الماليه وحضرنا المبالغ وشفنا مع الدكتور صفوت النحاس اللي كان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره، فكنا بنشتغل مع الاستاذ ممتاز السعيد اللي هو وزير الماليه السابق، والدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والاداره السابق، والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، وانا الوزير السابق. فكلنا كنا بنشتغل عشان نخلص الموضوع ده. فساعه ما خلصنا الموضوع ده واتمضى الورق وخلاص اعلن ان قبول التعيين الناس دول 16200 وشويه واحد من الشباب، دي كانت من اللحظات الطيبه جدا في حياتي عموما، يعني مش في هذا الموضوع.